ايه اجهز، ده اول لايف ليك واول لايف ليا من ساعه ما كوفو مات. السلام عليكم. البث المباشر ده عشان اعرفكم بالجرو الجديد بشكل شخصي بقى، وفي نفس الوقت سميته كوفو خلاص، اعرفكم بحاجه زي دي. كنت طالب في الاول ان انا اسميه حاجه بحرف الكي او الكاف علشان اناديه كوكو او ادلعه كوكو زي ما كنت بدلع كوفو يعني. فانا من جوايا عايز كوفو، انا عايز الاسم ده، الاسم ده انا برتاح ليه، بحبه. في نفس الوقت ما بيرجع لي ذكريات وحشه ولا حاجه، لان كل ذكريات كوفو الاول هي حقيقيه معايا، وهي لسه عايشه معايا لغايه النهارده، ما عدتش ولا عدينا منها. ايه ماشي. تحياتي ليك يا سليمان. كوفو، خليني بقى اوريكم عشان احنا بادئين، ان بقاله يومين ما نزلش الشارع. انت عايز تطلع جنبي؟ في ناس ما تعرفش ان كوفو مات. كوفو دلوقتي يا جماعه شهر 12 اللي جاي هيبقى ميت بقاله سنتين. طبعا عايش جوايا وعايش جوا كل الناس اللي بتحبه، وان شاء الله نلتقي بيه على خير، او التقي بيه على خير في يوم من الايام. كوفو يلا هنا. كوفو هتلت على الوضع ده. كوفو هنا، على مهلك على مهلك، تعال يلا. يلا كوفو، كوفو يلا تعال، متفرهطش. ما شاء الله، متنسوش تقولوا ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب. هو النهارده عنده حوالي 35 يوم، ان شاء الله بكره رايحه طعامه رايحه طعامه من البارفو، تطعيم الثنائي من شركه نوبي فاك. ما شاء الله كلب بول بويل، من اقوى السلالات واقوى الانواع. بالنسبه الليل يا جماعه، عشان الناس اللي بتقول لي ليل، ليل في عينيا، ليل حبيبي، ليل تعبت معاه وربيته، فعمري ما هستغنى عنه ولا عمري هقصر معاه. هي كل الفكره ان الجرو ده هديه من دكتور هاني في وقت صدقوني يمكن انا جاهز فيه المره دي للتربيه. فتره الليل انا ما كنتش جاهز ان انا اقتني كلب، عملت كده زي ما قلت لكم. السبب كان السبب الرئيسي عندي ان المركب تمشي زي ما بيقولوا، وان الحياه ما توقفش، عشان الناس كلها كانت عماله تقول لي انت بعد كوفو مش هتشتغل، مش هترجع، مش هتعمل. وطبعا كلامهم كان صحيح بالنسبه، لان انا خدت فتره لما عرفت ارجع تاني للحياه. فحاليا عايز اوريكم شغل تعليمي مميز ان شاء الله، وعايزكم تاخدوا معايا الخطوات دي خطوه خطوه باذن الله يعني. في حد اسمه دكتور صبحي بيقول هو مين اللي تتقابل بيه بعد ما مات؟ مش عارف يعني يا دكتور. انا ما كنتش عايز اركز مع التعليقات قوي، بس خليني اقول لكم رد سريع على كده. فاحنا يوم القيامه يعني، لو ربنا كتب لنا الجنه، اللهم امين، يعني يكتبها لكم يكتبها لنا، فاقدر اختار الكائن اللي انا عايزه يجي الجنه، او اتمنى اي حاجه انا عايزها. فانا هتمنى وجود كوفو معايا، فدي حاجه حريه يعني انت كده كده في الجنه بتطلب اللي انت تتمناه، بس ربنا يكتبها لنا الاول. صابر بيقول من اي عمر يمكن خروج الكلاب من البيت؟ بالنسبه لي انا بحب الصراحه اتبع اللي الاهالي هي معاها جراوي. يعني هتلاقي الام وهم عندهم 20 يوم بدات تخرجهم بنسبه لا تتعدى الربع ساعه، يعني كمده زمنيه في اليوم. الربع ساعه دي بتكون وقت الفجر، تبدا تخليهم بس يستكشفوا الحواس بتاعتهم بنسبه بسيطه، وتبدا تزود المده يوميا لغايه لما يوصلوا من بعد عمر ال 45 يوم ان هم معاها في الشارع بيتحركوا في السن ده كده مثلا، او من بعد السن ده بشكل عشوائي حواليها في اي حته.
فانا هنا بعلم الكلب بتاعي ايه؟ بعلمه التتبع، بعلمه يفهم ان الشارع مفيش فيه حاجه مغريه ليك، زيه زي البيت عادي. لازم تسمع كلام صاحبك فيه، لازم تكون طبيعي فيه. نور بتقول لو سمحت لو الكلب فرض سيطره ايه الحل؟ والله يا نور بصي، هو معنى ان هو يفرض سيطره فده معناه ان احنا اتبعنا حاجات غلط وتعاملنا معاه بشكل غلط. فهو الصح ان احنا نبدا نتعامل معاه بشكل سليم، نعرف ايه الاخطاء ونغيرها. الجو حر عليك. اهم حاجه برضو لما تجروا ينزل الشارع، او لما تيجي تنزل كلب الشارع عشان تخليه يعمل رياضه او يتمشى او يتعلم حاجه، يفضل يكون على الاقل بقاله 6 ساعات ما كلش. ما ينفعش يبقى لسه واكل وتنزله الشارع. كفو، يلا يلا. في حد بيقول نفسي زي ما بتعرف الناس، زي ما بتأكد للناس طهارة الكلاب، وانا معاك في ده، تعرفهم ان تربية الكلب للضرورات المنصوص عليها فقط. خليني اقول لك على حاجة. تربية الكلب من وجهة نظر انا لاي غرض. يعني ايه لاي غرض؟ يعني لاي حاجة عندي ليه. ما ينفعش اجيب كلب عشان انا عايز كلب وخلاص. لا، جبت كلب يبقى انا محتاجه لغرض معين، الكلب ده يحس ان ليه دور في حياتي، ليه وظيفة بيقوم بيها. انما جبت كلب عشان اسمي جبت كلب، لا طبعا انا ضد ده. جبت كلب علشان اي سبب لغير ان انا محتاجه في حياتي، فبالنسبة لي ده خطأ، وده استعراض بكائن حي او منظرة على كائن حي. ومن هنا يعني مش عايز افتح في الكلام في القصص دي عشان هرجع لاحاديث ولايات قرآنية. العمر المناسب لزواج الكلب بالنسبة لنا من بعد سن ال 12 شهر للذكر، النتاية من بعد ثالث فترة جواز ليها، يعني من بعد 1.5 سنة للنتاية، للولد من بعد سنة. كوفو، تعال حبيبي. حابب اشكركم على الدعم اللي بتقدموه، حابب اشكركم على الحب اللي بشوفه منكم. ربنا يجزاكم خير يا رب ويحفظكم، وان شاء الله معاكم كما كنا، ونقدم افضل اللي نقدر عليه. كريم بيقول لو الكلب عدواني ايه الحل؟ الحل برضو نعرف سبب العدائية وتعالج من بداية المعرفة بالسبب. دايما نعرفوا سبب المشكلة عشان تعالجوها من جذورها. في ناس بتبقى مثلا شايفة الكلب خواف، يقول نعلمه حراسة او نعلمه شراسة علشان كده هيبقى جريء يعني. فلا، ده مش صح. عالج الاول الخوف، خليه كلب طبيعي، وبعدين ابدأ علمه اللي انت عايزه. كوفو كوفو. هو افتكرني انا اللي مشيت هناك. كوفو، هنا هنا. ركز شويه ما تبقاش ضحك. ما شاء الله. تعال. رحت فين انت؟ وليد بيسأل كوفو مات ازاي وايه اللي حصل له. كوفو كان عنده مشاكل في الكبد والكلى، والحالة بدأت تتفاقم في آخر أيام، وسبحان الله هو كان عمره يعني ومكتوب. فالحمد لله على كل شيء. كوفو تنزلش تحت. مصطفى بيقول هو انت نزلت قبل التطعيمات؟ اه يا مصطفى انا بنزل قبل التطعيمات، انا بنزل الكلب من اول يوم ما دام ما شاء الله لسه محتفظ بمناعته من لبن الام، وفي نفس الوقت بيتغذى كويس وصحته كويسه. ومن مجرد مرور 5 ايام على وجوده في بيتي هروح اطعمه، فهو بكره اليوم الخامس ليه في بيتي. ما ينفعش يطعم الكلب بمجرد ما اشتريته او دخل بيتك، لازم يقعد الاول فتره ياخد فيها على مناعه البيت، وبعدين تروح تطعمه. الفتره دي لا تتعدى ال5 ايام ان شاء الله. فانا مش هحرم كلب من نزول الشارع على حس او على حجه اي حاجه، علشان سلوكه هيبقى سيء جدا في المستقبل لو ما خدش على نزول الشارع من دلوقتي، وعلى انه يكون كلب اجتماعي من دلوقتي.
انا كلبتي بتخاف من كلاب الشارع وبتطلع تجري بعيد لو هي مش مربوطه، والمشكله انها بتجري بعيد عني. ندى كلبتي بتتعالج عادي بس على حسب سنها قد ايه لانهي مرحله واصله المشكله دي، فعشان كده عاملين حاجه عندنا اسمها الحصه التقييميه، بنقيم فيها حاله الكلب ومشكلته والفتره اللي هو محتاجها للعلاج، ومن هنا بنبدا العلاج ان شاء الله. جنة بتقول ايه الاكل المناسب للكلب؟ انا عن نفسي باكل الاكل من شركه كنزو، اكل فريش فود، اكل مطبوخ، هم طابخينه جاهز، حاطين عليه المقادير اللي انا محتاجها والعناصر الغذائيه اللي كلبي محتاجها بشكل سليم، فبالتالي انا باكل من الشركه دي كنزو فريش فود لو حابين تسرشوا عنها. لا هو مش نفس نوع كوفو، ده نوع اسمه ماستيف افريقي بوربويل. كوفو كان ميكس بريد هجين ما بين الروت والبوكسر، فاحنا عايزين بقى نتفق ان كان في كوفو الاول ودلوقتي في كوفو الثاني، وهنفضل ماشيين ان شاء الله على اسمه كوفو. كوفو عادي، خليه هو يشمك الاول بس خلاص، هو مش طبطب عليه عادي براحتك. ماستيف افريقي ما شاء الله. ليل في البيت دلوقتي ما نزلتوش، انا نازل بالجرو الصغير عشان ياخد جوله تمشيه، انما الجو ده حر على ليل. الكلب ده افريقي فبيتحمل درجات الحراره وشعره قصير، ليل شعره طويل شويه فالجو ده بيفرهده جامد. عادي جرو 4 شهور يوقع اسنان، بيبدا يوقع انياب وكده بحيث ان هو بيغير يعني. كوفو تنزلش، كوفو هنا شاطر. حبيبي يا ناجي، شكرا يا ابو سالم. الله يحفظك يا استاذ وليد. ايه كوفو بودي بيقول ما تعديش تعليق، انا كتبت تعليق وما قلتهوش، ما انا مش بقرا كل التعليقات يا بودي، انا اللي عيني بتيجي عليه بس. لا هديه ما اشتريتوش. دينا بتقول ايه افضل نوع كلب للتربيه في البيت ويكون جيد في الحراسه ويكون وافي ليا؟ اهو ما شاء الله من احسن الانواع في اللي حضرتك بتطلبيه. الكين كورسو برضو جميل، انواع تانية كتير جميله. هيكون ضخم جدا يا حسن. حمزه بيقول جولدن نتايا عمر 2 سنين، هل في فيتامينات تاخدها مع العلم؟ معلش خلي الاسئله الطبيه للدكاتره يا جماعه، يعني اي سؤال بعيدا عن السلوك او التدريب خلي المتخصصين بتوعه. ايوه سيبها له بقى هو يوصل لها، يعني خليه بقى هو يوصل لها ويلعب بيها. خلاص هو ما فهمهاش. حركها تاني ناحيتي. ايوه حركها. هو مش مهتم دلوقتي. شكرا يا سعيد، الله يحفظك. شكرا يا دينا. لا مش هقص ديله يا جماعه، هو النوع ده الستاندرد بتاعه بيتقص الديل، بس انا مش هقص ديل. حبيبي يا محمد ربنا يجزاك خير يا حبيبي، فاكرك طبعا. حبيبي يا كريم تحياتي ليك ولاهل تونس، الله يحفظكم. حسب عشان هو انا لسه ما علمتوش ما يعضش، فهو بيعضعض بلعب، فما تقربش وشك قوي. ما تقربش وشك. شكرا يا مازن تحياتي ليك ولاهل دمشق وسوريا. وهادي شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا. اسالكم بقى سؤال، تحبوا الفتره الجايه دي ان شاء الله اقدم لكم حلقات، يعني كل ما اعمل حاجه معاها اصورها وتتقسم لحلقه منفرده وارفعها، ولا اجمع المقاطع بتاعته على مدار الاسبوع وتبقى حلقه واحده؟ مش عارف اعمل ايه بالظبط في الموضوع ده، بس انا بفكر ان انا كل حاجه تتعمل معاه او محتاج اعملها اصورها، لان الفتره الجايه دي في حاجات كتير هعملها مع الكلب ده. فلو قلت ان انا دايما استنى اصور او استنى منتج او استنى اعمل هيبقى قصه، فانا هحاول ان كل ما في حاجه هتتعمل تتصور وتتمنتج وتترفع على طول،
في وقتها عشان ما يتجمعوش عليا الفيديوهات. حبهم ما شاء الله. خليكوا بقى واقفين كلكم هناك كده. كوفو حاول تثبت ثواني، اقف ثواني. كوفو كوفو تعال. ابدا اعرفه ان انا مهما حصل ومهما كنت بتلعب ناديتك لازم تجيلي. ما شاء الله. انا مهلك حاسب. عارف عليك خالص. باسم انا عن نفسي زي ما قلت لك انا باكل اكل فريش فود اسمه كنزو من شركه كنزو. قوم 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 استنى. قوم 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 ثانية. ليل موجود بس مش عارف اخرجه دلوقتي عشان الجو حر عليه، فلما الجو يبقى حلو شويه هطلعه. ما حدش يقول له اوامر يا شباب، طبطبوا عليه والعبوا معاه بس. حبيبي يا بودة، الله يكرمك يا حبيبي، شرفني متابعتك. زهراء ليل موجود يا زهراء في البيت، ولكن الجو حر عليه فانا منزل الجرو الصغير. تمام يا مصطفى، هيبقى حلقات منفردة ان شاء الله. هنرفع بقى، معلش سامحوني على المواعيد، يعني هتبقى في حلقات بتترفع بالليل متأخر وحلقات الصبح بدري وحلقات في نص اليوم. هحاول ان انا اعمل الحلقات اللي انتم محتاجينها باذن الله، واللي توريكم تعايش الكلب ده معايا. شكرا يا خالد، الله يحفظك. احمد خميس بيقول هو انت بتبيع جراوي؟ لا انا ما ببيعش جراوي، بس وارد ان حد يكون صديق ليا او عميل عندي عنده ظرف، عنده كلب هو عايز يبيعه، فهنا بقى احط ستوري. كوفو كوفو شباب شباب تعالوا على هنا يلا. ما شاء الله نزل شارك معاهم اللعب. كوفو بس اثبتوا. كوفو ايه نعمل حكايات في الشارع من واحنا صغيرين، ها؟ من واحنا صغيرين نعمل قصص. منورانا يا استاذه ميسه، ربنا يبارك لك في بيلا ومايك وبابسي، مش فاكر الاسم الرابع. قوم طب وابعد عنه، قوم وابعد عنه، ما تقولوش بس، يا تلعب معاه يا تبعد عنه. حاسس ان انت هتتعض، قوم اقف وسيبه يلعب من تحت، مش هيعضك، وهو فرهد اصلا مش قادر يعض. كوفو كوفو اثبتوا ثواني يا شباب. كوفو 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 استنى يا عبد الله. تعالى كوفو بس، لو عايزين تقعدوا بقى اقعدوا جنبي هنا. فرهدوك ها؟ سابوا العجل وفرهدوك. ماشي. ده جري عندي وكنا عاملين يقعد في الرباط. عنده 2 سنين وشوية. اخلي العجلة كده. انا ممكن اخده؟ يعني نلعب معاه؟ ما هو معاك وهو بيلعب. كمان شويه هطلع ليل الكلب التاني يلعبوا بقى معاه براحتكم، هو بيحب يلعب وبيحب يجري والكلام. انما ده هيبقى كده يعني؟ لا اكبر شويه. يعني عسل يعني؟ ايه؟ زيه كده؟ اه عسل. يعني بحجم يقعد؟ لا مش يعني شرس؟ لا مش شرس. مش بيقعد خالص. عليكم السلام يا مينا. كفو بس اثبت، هو مش هيعمل لك كده. سيبه. كفو نجيلك. كل يوم بتيجوا هنا؟ انت كل يوم بتيجي هنا؟ الله يحفظك يا استاذ احمد. اه يا حبيبي انا موجود، انا ساكن هنا. ماشي.
دينا بتقول لو عند حضرتك كلاب للتبني وتكون متدربه. والله في كلب جولدن كبير في السن مش صغير، عنده 3 سنين ما شاء الله، متدرب على التويلت في الشارع ومتدرب على الادب في البيت، يعني كلب جميل. وفي كلب جريفون عنده حوالي 11 شهر برضه شخصيته جميله. في بنوته جولدن، لا في كذا كلب للتبني. حبيبي يا ادهم، والله يا ادهم وانا بنادي على اسم كوفو ادهم كاتب بيقول اخيرا سمعناك وانت بتنده باسم كوفو. النهارده كوفو اتندى باسمه لاول مره في بيتي من ساعه ما مات، وفي بيت ابويا كمان للجرو ده يعني، فالحمد لله. حبيبي بورسعيد منوره بيك يا بودة وباهلها. محمود بيقول اتعامل ازاي مع جرو جيرمان 45 يوم لسه مبتدئ. والله يا محمود هي مسؤوليه كبيره، وما كانش صح انك تبقى كلب معاه 45 عنده 45 يوم وانت بتسال دلوقتي، كان المفروض تسال قبل ما الكلب يجي اصلا. فالفتره دي حاول على قد ما تقدر انك اول حاجه بتخلي الكلب اجتماعي، طبعا بعد التطعيمات والاجراءات الطبيه يعني، ابدا طعم وابدا اعمل، واثناء ده خلي الكلب بتاعك اجتماعي، خليه ياخد على الناس وعلى الكلاب، وابدا علمه من خلال القناه او قناه حد حضرتك متابعه، المهم ابدا تتواصل معاه يعني. كريم بيقول ينفع اربي كلب بيتبول؟ كل انواع يا كريم ينفع تتربى، اهم حاجه تربيها صح. شكرا ليك يا استاذ اياد، الله يحفظك يا حبيبي. فكرها يا احمد ان شاء الله. هو بيريح، سيبوه هو مريح، هو كده مريح، طلع يرتاح. لا 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 هو طلع قاعد مرتاح، محدش بس يطبطب عليه عند وشه وهو مش هيقعد. بس ما تطرش عند وشه، بس لازم. بس محدش يديله اوامر يا شباب. ها مصطفى بيقول عندي مليون و3 شهور بدرب فيه على طريقتك، النتائج ممتازه جدا. الحمد لله يا مصطفى، ربنا يبارك لك فيه يا حبيبي، ولو عرفت تصور حلقه تبعتها لي اكون فرحان بحاجه زي دي. ايه رايك في كلب الانادول او الانادول او اللي هو التركيش كانجال؟ اعتقد كلب جميل طبعا. لا هو شرب ميه وتمام، بس هو الفكره ان الجو حر فبيفتح بقه كده علشان يساعد على عمليه تبريد جسمه يعني. ناوي ان شاء الله يا بودة، ولسه عندها باذن الله، واجي لكم بورسعيد يا حبيبي اتشرف. حد كاتب سيف بيقول عايز تدريب بس طاعه وحراسه كين كورس، بس اسعار عاليه، عاوزك تدربه يا ريت. طيب يا جماعه بالنسبه لاسعاري في التدريب فصدقوني والله مش فكره ان هي عاليه على قد ما فكره ان انا بديكم قيمه حقيقيه للتدريب. ما تدفعش فلوس على الفاضي وكلبك ما بيتعلمش وانت مش عارف ايه اللي حصل. انت بتحضر حصه بحصه، بتشوف ايه اللي بيتعمل، بتشوف كل حاجه. واسعاري بتبدا من رقم اقتصادي او متوسط يقدر عليه معظم الناس، ولما بيجي لي حد مقدرته مش على قد المبلغ بتاعي ما بقولوش لا خلاص مش هدرب ويا تدفع الفلوس دي مش هنشتغل، لا بنشتغل عادي وبنختار سعر تاني مناسب واوقات من غير فلوس خالص. ما تفتكروش يعني ان انا مستغل الموضوع عشان البيزنس بس، لا الحمد لله بنراعي ربنا وبنعمل الحاجه اللي ترضينا وترضي الناس، وباسعار انا شايف ان هي اقل من القيمه الحقيقيه اللي احنا بنعمله. بنورك يا احمد حبيبي، يا احمد يا دولي صديقي العزيز. محمد عبد الجواد بيقول عندي عيله بيتبول كامله، كلاب سليمه نفسيا جدا، وكنت حابب اقابلك بيهم يا كابتن محمود. يشرفني يا محمد، يا ريت يا ريت واصور معاك حلقه والله يا حبيبي. احمد بيقول سعر النوع ده بكام؟ مش حابب اتكلم عن اسعاره وعن فلوس، لان زي ما قلت لك الجرو ده جاي لي هديه من شخص عزيز عندي دكتور هاني. الناس اللي حابه تتواصل معاه عشان تسال عن بقيه الجراوي، فهو تقريبا معاه فاضل لسه ولد او ولدين مش عارف، فما شاء الله الله اكبر عليهم يعني كلهم ممتازين. انا اخترت ده عشان هو اللي اختارني. فتقدروا فتقدروا تتواصلوا معاه على لما جسمه يسخن من تحت، فتقدروا تتواصلوا معاه على الصفحه بتاعته انزو ديفا او ماستيف هاب. لا لا كوفو كوفو كوفو، لا سيبه انا هناديه. كوفو خد تعال يلا كوفو يلا همشي، خليكم واقفين بقى ما حدش يتحرك عشان اللحظه دي مهمه. كوفو لا احنا مش هننام، ها بص مش هننام، يلا تعال. فيروزه ايه اللي جابك؟ يلا فيروزه تعالي يلا كوفو
يلا خليكم واقفين يا شباب، ها، لغايه لما انا امشي. يلا كوفو. طب ما تمشيش. لا خلاص بقى هروحوا. يلا كوفو خليكم بقى خلاص لما اجي لك بكره ان شاء الله. باي باي يا شباب، سلام. بكره برضو زي دلوقتي كوفو، او بعد دلوقتي بشويه. الله يبارك فيك يا استاذه امل، الله يكرمك. تحياتي لاهل المغرب. بيتر بيقولوا عايزينك تكلمنا عن تراخيص الكلاب يا كابتن. هكلمك عنها لما امر بيها مع الكلب بتاعي عشان ابقى عارف بالظبط ايه اللي بيتعمل الفتره دي. ايه رايك يا فطومه؟ ما شاء الله. ها فطومه بتقول ايه السكر ده. تحياتي ليك مصطفى. جنة بتقول شيتوس اتعلم اكتر من امر من فيديوهاتك. شكرا ليك يا جنة ويشرفني. ايه احسن فصيلة تعيش في البيت؟ والله انواع كتير، لا انواع كتير ما اقدرش، بس انا بالنسبة لي المربي الشاطر يعيش الكلب في اي حتة. يعني انت لو مدرب شاطر او حد مربي شاطر فاهم احتياجات الكلب بتاعك هتديها له، ربي في اي مكان انت عايزه. يعني مثلا البور بويل او الماستيف الافريقي الجرو ده، لو دخلت تتفرج على الفيديوهات اللي بتتكلم عنه هتلاقي فيه فيديوهات كتير بتقول لك ان ده مش كلب بيت عشان حجمه الضخم، عشان مش عارف ايه. رغم كده انا هوريك افضل كلب بيت من خلال الكلب ده باذن الله لو ربنا قدرني يعني وادانا العمر. فان شاء الله هتشوفوا كلب مميز. يلا 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 خلاص خلصنا، هو مش هيستحمل الجو اكتر من كده، احنا نتحرك بقى. يلا تعال هوديك تقعد في مكان ظل. شكرا ليك يا ابراهيم، ابراهيم ابو حمو. مريم بتقول هو انا بس اللي الصوره عندي مش واضحه؟ قولوا لي يا جماعه لو الصوره فيها اي مشكله. يلا كوبو يلا. يلا خلاص وصلنا عند الظل. ديبه خليكي نايمه ديبه عشان شغال. كوفو كوفو كوفو. يلا بيكاتشو كمان جالك، يلا تعال. يلا يلا. ما شاء الله بس هو عارف بيكاتشو. اهلا اهلا. كوفو تزنقش نفسك، تعال. شاطر. احمد طبق ميه بعد اذنك، طبق ميه جميل كده. كوفو كوفو تعال. بس خليك هنا. ندى بتقول بتتعامل ازاي مع ليل بخصوص الحشرات والقراد والامراض، خصوصا ان بيتعامل مع كلاب الشارع. في ادويه بتتاخد الكلب بيقعد بيها 3 شهور مؤمن من اي حشرات، وبالنسبه للامراض وكذا فالتطعيمات انك تبقي ماشيه عليها في مواعيدها بس مش اكتر. تحياتي ليك يا هادي او هادي، تحياتي لاهل تونس. احمد بيقول محتاج جرو زي ده لو متاح تقدر تتواصل. برضو ارجع اقول لكم تقدروا تتواصلوا مع دكتور هاني على صفحه انزو، اسمها انزو اند ديفا او انزو ديفا، وفي صفحه تانية اسمها ماستيف هاب. ناس تطلع. يلا ساعدك بسم الله. كفايه كده كده الكلاب الكبيره ميتها اهي. لا لا مش هنقص ديله يا استاذ خالد، مفيش قص ان شاء الله. ليل زي الفل يا استاذ احمد. تحياتي لاهل ليبيا.
كوفو خد تعال. كوفو ايوه اقعد بقى في الحته اللي فيها ميه دي، اقعد في اي مكان، برد على نفسك كده ونام يلا. صدقوني انا بحاول اقرا كل التعليقات او التعليقات اللي قدامي، بس الموضوع مش سهل، تحديدا ان الشمس قويه فانا مش شايف الشاشه كويس. اه يا حبيبي كده خلاص الشباب عرفوا بيتي كده، كل يوم ان شاء الله في مجال. معلش اللايف فصل. شاطر. ما شاء الله. عايز تنزل؟ يلا مش هطول عليكم، حبيت اقول لكم ان احنا راجعين بقوه ان شاء الله، واعرفكم باسم الجرو الجديد. متنسوش تدعوا لي ربنا يبارك لي فيه، واستنوا كل جديد، ويلا نولع الدنيا من تاني ان شاء الله. تحياتي ليك يا مصطفى، وتحياتي البلد اللي حضرتك فيها، كازاخستان. كنت حابب اسال برضه يا جماعه قبل ما نمشي، ان لو في حد في جنوب افريقيا يقدر يساعدني، محتاج بعض الحاجات من هناك ان شاء الله، حاجات سهله يعني، فيتواصل معايا يقول لي ان هو من جنوب افريقيا، هبعت له الحاجات اللي انا محتاجها، ولو عنده المقدره هيكون خير ان شاء الله. كلها حاجات تخص الكلب ده يعني، مش حاجات صعبه باذن الله. شكرا ليكم، السلام عليكم.